السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. شاركت معكم اليوم سمك الفرخ كواري. كيجي واحد طاجين اللي غزال ولا صوص كتجي غزاله وخاتره. خليكم معايا في المقادير وطريقة التحضير. ونبداو بسم الله. عندي هنايا الحوت من بعد ما غسلته مزيان. انا راه حيد لي السيد اللي صوبت عنده الحوت هو اللي حيدي لك الجلده. الا كانت نتوما شريتوه هكذاك ضروري تحيدوا له داك الجلده اللي كتكون في الجناب. صافي هنا كنديرو فيها شوار وكنبدا ندير معاه هنايا البهارات كنطحنهم معاه. عندي هنايا 4 كاس ديال الحامض، شويه ديال الملحه، ملحه حسب الذوق، شويه السودانيه، كنزيد هنايا الابزار، شويه ديال السكنجبير، كنزيد الكمون وفلفله حمراء، شويه ديال زيت الزيتون، وشويه ديال بودره الثوم. اللي ما توفراتش عنده ديروا غير ضريس هذاك الثومه العاديه. صافي كنبدا هنايا نطحن في الحوت ديالي مع العطريه. هنا كتكون الكفته ديال الحوت ديالنا راها وجدات. كنديرها في واحد الطبسيل كنخليها على جنب. دابا بارد الحال ما كنديرهاش في الثلاجه، يعني الا كان الحال سخون ما كيكونش بارد كنديرها شويه في الثلاجه واحد 10 دقائق. دابا الحال بارد خليتها غير حدايا فوق سطح العمل. كندير هنا شويه ديال الزيت في الطاجين، بصيله صغيره مشلضه، كنغطي على الطاجين حتى كتهبط شويه داك البصله. عاد كنبدا نزيد لاصوص ديال المطيشه. كنضيف هنايا 2 مطيشات صغار مطحونين، كنضيف الملحه، الابزار، الكمون، وفلفله حمراء، وشويه ديال السودانيه. بالنسبه للسودانيه او الحار حسب الذوق، اللي ما كيبغيش الحار ممكن تستغناو عليها. وكنضيف هنا شويه ديال بودره الثوم. 4 كاس صغير ديال زيت الزيتون اولا مخلطين اللي توفر عندكم ممكن تستعملوه. ضفت هنايا واحد نص كاس ديال الماء، كاس غير صغير. وكنضيف المعدنوس. كنغطيه هنايا على الطاجين كنخلي داك لاصوص حتى كيختار واحد شويه. عاد كنضيف الكفته ديال الحوت. صافي هنايا غادي نبدا نضيف الكويرات ديال الحوت.
هنايا هاد المرحلة ديال زدت واحد الخويط ديال زيت زيتون، ممكن تستغناو عليه. عندي هنايا واحد الطريف ديال حامض مصير، وهادو واحد العظيمات ديال الحوت الفرخ حتى هما ضفتهم كيعطيو حتى هما مذاق زوين. هنا كتكون وجد معنا الطاجين كما شفتوا معايا، كنضيف له شويه ديال المعدنوس من الفوق، وكيكون واجد معنا وبصحه وراحه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من التشجيع ديالكم في القناه، والكومنتات ديالكم زوينين ولايكات، وتشاركوا مع احبابكم. شكرا لكم بزاف. وباش نستمر ان شاء الله في هذه القناه، الا كانوا كيعجبوكم الوصفات ديالي شاركوهم مع احبابكم. خليتكم في امان الله وحفظه، مع السلامه.